خليني اقف عند الحته دي يا عمر، معلش واسالك فيها. انت دلوقتي شايف ان اداء الزمالك مش احسن حاجه، بس مع الاعتبار ان ده مدرب جديد، ده لسه تالت ماتش ليه، معظم اللعيبه اللي بتلعب دي لعيبه جديده، فوارد جدا ان المدرب بيقول لك في الفتره دي انا اللي هاممني ان انا اجمع نقط على قد يعني ما اقدر، لحد ما الفريق ينسجم، لحد ما المدرب نفسه ياخد على الاجواء. ده مدرب اول مره يدرب هنا في مصر، اول مره يدرب في قاره افريقيا عامه، صح؟ ما اظنش ان هو درب في افريقيا قبل كده. فواحده واحده يقول لك ناخد على الاجواء، نخش. اهم حاجه ان احنا نجمع نقط دلوقتي. ده مش عيب خالص، ده مش عيب انك انت تبقى نازل. ممكن ااجل ان انا افرض سيطرتي واسلوبي من الاول لحد ما اجمع نقط واشوف. والدنيا عامه في الزمالك من الفرق اللي بتاخد مومنتم في الموسم نفسه، يعني هو ما يبداش الموسم جامد، لا بياخد المومنتم في الموسم نفسه، وتلاقيه عادي ممكن يروح ياخد دوري ويكمل. فده بيحصل وحصل مع الزمالك قبل كده، مش عيب. فهل انت شايف ان المدرب يانيك فريرا هو بيقول للعيبه ووجهه نظر ان هو لا خلينا نلم النقط دلوقتي، وبعدين حته الاداء لما برضه ياخد اكتر على الفريق وكده هيتحسن؟